اخرتها ايه؟ بدأت سوزي الأردنية شهرتها لما كانت في لايف وأبوها أخد فلوس بتاعتها تقريبا، معرفش قالت له إيه كده، فراح جاي قال لها قالت له الشارع اللي وراه. ورغم إن كلمة الشارع اللي وراه قديمة جدا وكنا بنقولها لبعض واحنا صغيرين، إلا إن هنا اتشهرت لأنها أول حاجة طلعت من بنت وطلعت قدام الناس كلها واتقالت لوالدها. شهرت سوزي الأردنية من الشارع اللي وراه. ولا بينا نلقي نظرة على حساب أستاذة سوزي الأردنية على التيك توك. إذا أنا مش هعمل لها فلوس ازاي بس؟ لا طبعا فلوس، ونبعت لها مسج كمان. كلم الأستاذة سوزي الأردنية بنفسها. فاهم؟ فنانة تفهم كده ولا مش عارف؟ يلا سوزي على رنات بقى. ده بقول فيديو معانا دلوقتي ابويا اللي ما كانش معاه فلوس ربنا فكها عليه. ايه ده؟ المهم ربنا فكها عليه، جاب لنا علبه اسمها يوم الجبنه دي علبه عبورلاند. الحمد لله ابوها اللي كان معاش فلوس فك الفلوس وجاب لها علبه عبورلاند. مفيش حد شهادته طلعت، انا مش ابويا وزير التربيه والتعليم ان انا شهادتي هتطلع اول واحده. دي اول حاجه. النجاح بالنسبه لي السنه دي في ثالثه ثانوي وعام علم علوم، بالنسبه لي النجاح ان انا اجيب 4 ملاحق كده انا نجحت. سوزي لو نجحت اصلا يعني هي بنفسها تروح تعمل تظلم. لا ده في حاجه غلط. دلوقتي هنحط بليبلاينر عشان في ناس جايه لنا. يا ابني انت بتفرك ليه؟ عشان في ناس جايه لي. ماشي مش عايزين نقول الناس دي بس عشان ما اخسرش الصاحب الجديد. بجد انت كده بتوقعي ما بيننا من غير ما تقصدي ولا طب هنسيب سوزو تحط البايلاينر بتاعها ده ونروح نشوف فيديو عليا وهجيب 80% وامي هتجيب لي العربيه وخلاص خلصنا الثانويه وهنخربها في الكليه وانا ما انت كاتب لها سوزي كل رميتوا كتب ثالثه ثانوي لانك هتحتاجيهم. فعلا هتحتاجهم. تدخل السنه الجايه ازاي؟ ولا انت كده قصدك؟ هاتي باقي الروج. ما عندكيش الوان فواتح؟ لا فواتح لا مساجده يعني انت كده جدع يا لهوي بيخونك. شريف فاتح جوله مع واحده ماشي بيخونك شريف يا بنت مش شريف هو كمان بتاع لايفات برضه. راح على ارض يا سنيوره ولا انت عشان بقى اموره. ده يعلمك ان مفيش حاجه اسمها مستحيل في مصر. مرتبطه بيه. انا بقيت توكسيك ماشيه مع الكل بقى. توكسيك. ازيكم يا حبايب قلبي؟ انا طبعا دلوقتي في شقتنا. طبعا كله عارف شكل شقتنا اهي شكل الشقه كلها وكله عارف شكل الشقه. المهم اللي انا جاي انا كسوزي بس يا ريت ما حدش له دعوه بمشاكلي وحياتي. ليه يا سوزي؟ انت اللي بتصوري لنا مشاكلك وحياتك بنفسك يا سوزي. انت اللي خليتها قضيه راي عام يا سوزي. بنحبك يا سوزي، بنحبك ولازم نتدخل في حياتك ومشاكلك. انت اللي دخلتيني. انا موجود في الشقه معاك دلوقتي يا سوزي بباكت نت عاديه خالص. كنت فاتحه لايف وكنت بحكي المشكله. بعد اذنك انا عايزه اعمل فيديو. كنت فاتحه لايف وطالعه بحكي المشكله. ايه ده يا سوزي؟ ايه ده يا سوزي؟ شفت شكمته ازاي؟ لسه هيتكلم. نخرس عايز اعمل فيديو. الله بتاع لسانك. ومين يكلموني وينزلوا فيديوهات ليا. لا اي حد ينزل فيديو ليا ده بيطلع ريتش على قفايا. والله ده بيتصيط على قفايا. فنانه بتندبني يا رب الفيديو ده يطلع ترند يا رب. افادني انا والله ادعي لك والله. ده بيتصيط على قفايا. انا واحده مش حاجه ولا واحده ولا ليها اي لازمه. وانتوا لا انتوا كل حاجه يا سوزي. مفيش حاجه اسمها انا واحده مش حاجه. انتوا كل حاجه. ده ابي يوسف لما قال فين الدواء كنت انت الدواء يا سوزي. يعني يا سوزي يعني انا احبك فوق الغيم واكتبها وللعصافير والاشجار احكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها وللعناقيد والأقداح أسقيها. يعني أنا مش قادر أقول لك أنت مؤثرة قد إيه يا فنانة والله. لما تعبت محدش نزلني من الجريده ولا دي تعبانه وساعدوها. تقريبا أستاذ فكرة الجريدة دي بقى اللي هي صفحة فيس ولا حاجة كده اللي هي بس إحنا قاعدين ما مستنيين الأستاذة سوزي كحت. يدي نوم الأستاذة سوزي كحت. اجري هات لها شريطين بنادول بسرعة من الصيدلية. يعني أنت مش مدي فلوس لأختك؟ الفلوس ما تجيش عبيها. إيه؟ لما اعرف انت تمام هتقولي في ايديك. انا ما اعرف ان انت تمام يا امي. بعد اذنك خليه ما يتجادلش معايا. انا ايه اللي جاب ده؟ حاسس ان الموضوع كبر. انا مضطر اطلع دلوقتي. انا ايه اللي دخلني الشقه بتاعك اصلا؟ ايه اللي دخلني عندك في الشقه؟ دلوقتي انا ومي هنعمل اكله ايه؟ اكتشاف اكله نعملها في 5 دقايق بس. هتقولي لي ايه هي الاكله؟ هتتصدموا انتوا لوحدكم. هتتصدموا اكله محدش يعرفها. هتعمل اكيد اندومي. انا عارف انا النكته اللي انا عملتها قبل كده. هنيجي تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنجيب 3 اكياس اندومي اوريكم الاكله الاكتشاف. انا قلت ايه؟ مش قلت هتعمل اندومي؟
ايه يا عم الجمال ده؟ ايه ايه البنطلونات الحلوه دي؟ حلو بجد. جايبها منين ده؟ بتاع ابويا والله. بتاع ايه؟ بتاع ابويا. والله؟ اوريهولك. وهنا المخرج وسوزي والمصور والسندوتش اللي في ايديها والكمبيوتر اللي انا بتفرج عليه والشاشه والالوان اللي بتتعرض، كل ده كان المخرج يقصد هنا ايه بقى؟ يقصد ان سوزي خلاص بقت بتعيش في جلباب ابيها. حاضر. خلاص سوزي تحررت من وبقت بتعيش في بنطلون. سوزي بقت بتعيش في بنطلون ابوها عادي من غير اي حاجه. شارع اللي وراه ده انا هروح اعمل لك محضر ابن فجره دلوقتي. عناب 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 العو جه. عو حاضر. الفيسبا بتاعت بابا الحمرا اهي اهي. ايوه فيس بيتنا اهي. ماشي. مش عارف بيتنا يعرفنا بالفيسبا. ماشي. تخيلوا الفستان لونه ايه. ما تيجي نعمل فيديو نروح عند بيت الاستاذه سوزي والفيسبا، يعني اروح نتصور مع الفيسبا واتصور مع الاستاذه سوزي. بجد بجد لو اتصورت مع الاستاذه سوزي احطها في السي في بتاعي، يعني ادخل احسن مكان كده خلاص هنتصور مع الاستاذه سوزي. خلاص انت عايز ايه؟ سيف العصير اهو. ايوه ما لقيتش ايس كريم. بصوا قلت لكم مش هحرمكم كل يوم العصير والايس. انا تعبت يا استاذه سوزي، انا تعبت بجد. ابقى احكي لك قصه التعب ده. اوه ده فاتحه لايف، نحضر اللايف ولا ايه الشواف ولا الشاي؟ ايوه يا سوزي كل يكتب منى يا جدعان ويعمل له فولو، كل يكتب منى يعمل له فولو. هتكسبي يا سوزي باذن الله. احلف اللي انت هتنفذي. حكميات بس ياض، احلف اللي انت هتنفذي. بس ياض اسكت ياض. والله ده انا وكسبت. انا لسه عندي عيال وعايزه اكمل حياتي. الله تاكل هتسترجل ياض. صورم يا صورم. بقول لك يا فنان، انا اروح اكبس للراجل ده. طب هو الراجل ده اللي هيقول اسمه، انت مش هتقولي اسمه. اسمي بقى، قولي اسمي بقى بالله عليك بقى. ايوه بوشة اسدين. بوشة مين؟ اسدين يا فنان. ازاي يعني؟ ليه بص على السكور اسدين والله العظيم انت هتموتي. يلا احسن يا سوزي عشان اقول لك قولي اسمي مش عايزه. 4 اسود. 4 اسود. المهم مش هقدر اتفرج على اللايف بصراحه، يعني انا بتفرج على فيديوهات بالعافيه. واحب ده تاني اقول من على المنبر بتاعي ده نوجه كل الحب والاحترام والتحيه للاستاذه سوزي. ان شاء الله اللي جاي احسن. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واكتب تعليق، واهم حاجه شير الفيديو، ما تشيروش لحد، شيروا الاستاذه سوزي الاردنيه، بعتولها على الخاص، بعتولها عشان احقق حلمي واتصور مع الاستاذه سوزي بجد. وطبعا واهم حاجه والمفيد في الموضوع كله، ما تنساش ان انت حلو عشان انت حلو. في صرصار واقف على الباب اللي انا المفروض افتحه واطلع من الشقه اللي مليانه صراصير. صرصار جنب الاكره بالظبط، فهمسك الاكره وافتح الباب ازاي من غير ما اقتل الصرصار؟ المشكله ان الصرصار ده بيطير، يعني انا لسه شايفه كان طاير كده ودخل وقف على الاكره. وانا بصراحه مش بقتل الصراصير اللي بتطير، يعني الرانك بتاعي ما يسمحليش اعمل ده، رانك جيمنج. ومن هنا نقول تاني مستنيين اقوى جيمر في الشرق الاوسط. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون احسن. متنساش دايما ان انت حلو عشان انت حلو. والسلام عليكم. ثواني بس يا رب ما يطيرش وانا بصوره. احاول اصوره لكم من بعيد مع ان دي حاجه صعبه وخطيره جدا، بس هحاول على قد ما اقدر. يعني هو اللي واقف هناك ده، يعني هو ده الصرصار اهو. هنا الصرصار هو اللي هناك ده، مش عارف مش واضح تقريبا. وهنا الاكره، فانا موضوع صعب فشخ. فانا تقريبا هفضل مخيم هنا لحد الصبح، مش هنام ومش هطلع من الشقه اكيد. وفي صرصار واقف جنب الاكره كده. تعرف لو كان صرصار والله مش بيطير كان زماني ما اتقتلته، بس انا مضطر اكمل بقيه حياتي هنا لحد ما الصبح يجي او الصرصار يتحرك، يعني اي حاجه تحصل، اي معجزه ما.